مساء الخير. اهلا بيكم في بودكاست العقار قرار. معايا انا معتز الشناوي، سي او شركه نيو بروبرتي. ليه البودكاست ده مهم لاي واحد بيستثمر في القطاع العقاري انه يتفرج عليه؟ باختصار لانه بيناقش كل الاسئله والمشاكل اللي ممكن اي حد يبقى عايز اجابات ليها. ومش بس كده، انا هستضيف معايا صناع القرار في السوق العقاري من اكبر شركات التطوير العقاري، وهنتكلم بالتفاصيل في كل المشاكل من غير ما نحاول نزين اي حاجه او نجمل اي حاجه. بدون كلام كتير، يلا بينا. النهارده ضيفي في اول حلقه من حلقات البودكاست واحد يعتبر صاحبي، انا بعتبره من الشخصيات العزيزه على قلبي جدا. ولكن بعيدا عن الصحوبيه، خلينا نتكلم عن الشركه اللي بيمثلها النهارده. تخيل النهارده لو بقول لك ان في شركه تعتبر واحده من الخمس شركات المؤسسه للتخطيط العمراني داخل العاصمه الاداريه الجديده. تخيل حجم الشركه دي تبقى عامله ازاي، وتخيل لما يكون عندها خبره 40 سنه في المجال العقاري وبتقرر ان هي تدخل مجال التطوير العقاري ده، هيعمل ايه؟ خلينا بدون كلام كتير نرحب معايا بضيفي العزيز استاذ احمد بدوي، مدير القطاع المبيعات في شركه ارك بلان. نورني. ربنا يخليك، نورك، تسلم لي. ايه الاخبار؟ كله زي الفل. رمضان عامل ايه؟ والله الحمد لله، رمضان كريم عليكم حبيبي. الله اكرم. الله اكبر. بص، خلينا نتكلم بقى، ندخل على طول بدون كلام كتير. يلا بينا. عايز اكلمك عن شركه ارك بلان. انتوا متخصصين في القطاع الاداري، تمام؟ وزي ما احنا كنا لسه قايلين ان العقارات دلوقتي ناس كتير قوي عندها تساؤلات. خليني اسالك اول سؤال. دلوقتي بيقول لك ان السوق في حاله تشبع من المكاتب الاداريه، وخليني اقول لك ان المستثمر المصري بالنسبه له مكتب اداري دي حاجه جديده. كان زمان معتبر الشقق السكنيه، الاراضي، الكلام ده كله. فبعد كميه المطروح الكبير قوي اللي تم خلال الست او سبع سنين اللي فاتوا دول، هل لسه يعتبر القطاع الاداري استثمار ناجح؟ ولو انا دخلت كمستثمر دلوقتي حطيت فيه فلوسي، هكسب منه جدا. وده اصلا راجع للشركات نفسها، ان هي اوريدي لو مش شايفه ان في اد فاليو من ده، هيوفر برودكت تاني في الجزء الاداري. ليه؟ خليني بس جميل. اقول لك حاجه لطيفه. لو انا هاخدها اوفرول لوك كده من بره، البرودكتس موجوده كتير. السوق الاداري عامه او المنتج الاداري كان شويه ممكن نقول كان بلو اوشن، النهارده بقى ريد اوشن جدا. تمام. بمعنى ان ما كانش فيه تنافس عالي قوي في الاول على الاداري، كان الموضوع بسيط، مكتب مساحه كذا سعر وخلاص، والموضوع بسيط جدا. مظبوط. النهارده لو في ديفلوبر هيقدم برودكت اداري وبس كده وخلاص، مفيش اد فاليو، الناس مش فاهمه ايه الاد فاليو اللي هيجي من البرودكت، للاسف مش هينجح. بس حد تاني ممكن يقول لك ما في الاخر هو مكتب، يعني هي شركه هتاخده، موظفين هيشتغلوا، باركينج، خلاص في كل الفاسيلتي اللي بتخدم المكتب الاداري. اللي هي فايه اللي إيه بقى؟ هيميز، ايه اللي هيميز، او خلينا نقول ان كميه المعروض كتيره قوي. حلو. وكلمني بقى عن الطلب شويه. صحيح، ما هي عشان كده بقول لك. بس انت قلت كلمه حلوه قوي. انت بتعرض مكتب، المكتب ده لشركه. هل الطبيعي ان كل مثلا لو 100 عميل جالك النهارده، هل كلهم عارفين الشركات محتاجه ايه في المقرات بتاعتها؟ اكيد لا. للاسف لا. ده سواء احنا قاعدين النهارده، يعني البودكاست ده مظبوط. جزء منه، ان انت في صح. الاخر يبقى في اويرنس. صح. مظبوط. فهي الفكره كلها، الديفلوبر المفروض هو اللي يبقى ماسك زي ما بنقول كده ايه، الكشاف اللي هو ينور للكلاينت على تمام. ايه الاد فاليوز اللي المفروض يدور عليها. يعني في الاخر احنا اللي بنعمل الاكسرسايز ده. فكل الشركات بتتنافس في القصه دي، ان ازاي يقدم منتج قابل للتشغيل بعد تمام. التسليم بتاعه. فانت تقدر يعني قطعيا انت بتجزم ان لسه في فرصه طبعا. لاي مستثمر ان هو يدخل ويستثمر في القطاع الاداري دلوقتي وهيطلع كسبان. جدا. يعني في النهارده صناديق في البورصه متخصصه بس انها تعمل ايه، تشتري وحدات اداريه عشان في الاخر تحقق بيها مكاسب. فلا، الموضوع فيه مكاسب ومكاسب كبيره جدا. بس الفكره كلها، المنتج بتاعك فعليا بيقدم اللي الماركت عايزه، ولا انت اللي مقدم برودكت بره السوق؟ هي دي المعضله بس. المعادله. اللي الناس بتحاول تجتهد فيها على قد ما بتقدر، وده في الاخر بيبقى في صالح العميل. حلو. التنافس اللي ما بين الديفلوبرز هو ده اللي بيعمل اد فاليو قدام. تمام. طيب تعالى بقى ندخل في شويه كده في الاسئله اللي ممكن تبقى بتتكلم على الشركه من جوه عامله ازاي. كويس. نسالك سؤال: ازاي الشركه بتقدر ان هي تعمل المعادله او الموازنه الصعبه ما بين ان هي تحقق ربح عالي وفي نفس الوقت تحافظ على سمعتها في الماركت او النيم بتاعها في الماركت على المدى الطويل، من غير ما تيجي جنب الكواليتي بتاعت البرودكت اللي بتقدمه؟ بص، انا شايف ان الحاجتين بارل لبعض، او يعني يمشوا مع بعض. ازاي؟ النهارده لو انت مش هتكسب الشركه ومش هتكسب العميل، اكيد السمعه في الاخر مش هتبقى احسن حاجه. تمام. النهارده في يعني زي ما بنقول كده ايه، توجه عام في الشركات النهارده، ان هي في الاخر تبقى قد اللي بتقوله. السمعه تمام. بتيجي منين؟ ان انت النهارده بتديني وعود
الوعود دي زي ما انت قلت، لو مثلا الكواليتي لا قدر الله ما طلعش نفس الاكسبكتيشن اللي كانت محطوطه عليك، للاسف السمعه تروح منك خالص، مظبوط. وهتصرف وللاسف شفنا ده ملايين عشان كتير، ترجع شفنا بجد. ده كتير للاسف من شركات كبيره في الماركت. طبعا. وده اللي يخليني اسالك، ما هو كل الناس بتدي وعود، يعني خلينا نبقى صراحه، صح. اي حد عايز يبيع، اي حد هيدي وعود، بس ايه اللي بيلزم المطور انه ينفذ الوعود دي على ارض الواقع؟ يعني اقول لك على حاجه، النهارده الموضوع ما بقاش بالرفاهيه دي ان هو اي حد بيدي وعود. بصراحه لا، الماركت النهارده بقى ريستراكتد اكتر. زي ما انت كنت بتقول من شويه كده، ان العملاء اوريدي بقت مطلعه بشكل كبير، بشكل اكبر، صح. وده مهم، وده دورنا كلنا، ان الناس في الاخر تبقى على قدر عالي من الاطلاع. عشان في الاخر لا، هو هيعمل سيرفي كامل عن الماركت، وهيشوف اداء حضرتك خلال الفترات اللي فاتت، عملت ايه، سلمت مشروعات عامله ازاي، شغلتها ازاي، كل ده بيحصل. تمام. ففي الاخر لو انت ما بتديش معادله كامله ان الناس تكسب معاك وانت تكسب وتحافظ على سمعه الشركه، انت بتضيع كل المجهود ده. تعالى بقى ندخل شويه جوه آلية التشغيل جوه المطور. النهارده اوكي. شفنا السوق طلع في اوقات مختلفه، وخلينا نقول ان دي بنسميها فتره النمو السريع. كويس. ايه القرارات الغلط اللي المطورين ممكن تاخدها في فتره زي كده؟ هل ان هي تطرح اراضي كتيره اكتر من قدرتها الماليه، ولا ان هي تصرف او تضخ مبالغ كبيره جدا في الدعايه علشان تبيع اكتر، وفي نفس الوقت الدعايه دي ما بتكونش متوجهه صح؟ مم. شايف الاخطاء دي ازاي تتجنبها، وايه اكبر غلط ممكن يكون بيحصل؟ لا، ممكن يكون اكبر غلط انت بتعتمد على مبدأ شويه، الناس تقول لك ايه، حسن السوق على حسن البضاعه. تمام. فيلا بينا، الماركت شغال، فيلا نتحرك ويلا نزود انفنتوري والكلام ده كله. بدون دراسات. آه، يعني لو في دراسه مش هيبقى في القرار ده. تمام، صح. بكل بساطه. ولكن في الاخر في ناس بتبقى شاطره انها تستغل الويف اللي موجوده في الماركت، وده مش غلط طول ما انت مش هتضر شركتك ومش هتضر الناس. لكن للاسف هي ريسك، وريسك عالي جدا لو انت ما بتديرش الريسك ده بشكل متزن. يعني قرارات تحديدا في المجال العقاري ما ينفعش تتاخد بالهوا، يعني ما ينفعش صح، تتاخد اللي تبقى هو الحسبة وأرقام. يلا بينا نتحرك النهارده نعمل كذا ونسوي كذا. ما بتجيش كده خالص. هي الفكره لازم تبقى اجايل، لازم تبقى مرن مع الماركت وتتحرك وكل حاجه، وتبقى سريع، بس تبقى حاسب باصص وعارف انت لقدام، رايح فين. باصص لقدام سنه اتنين تلاته. يعني في ناس في فترات كان زي ما بيقولوا حركه في الماركت بشكل مرعب عشان الاسعار عماله تعلى والكلام ده كله، في شركات متزنه ومحترمه قفلت انفنتوري خالص. ده هنجيلها دي، هنسألها طبعا السؤال طبعا التاني ده. طبعا. تمام. طيب، ارك بلان لو جت النهارده قالت انا هنزل بمشروع جديد، لما اوكي. بتيجوا تعملوا سيرفي كده وبتعملوا الاجتماع بتاعكم قبل ما بتقرروا حلو. هتعملوا ايه، اوكي. بتختاروا مصلحة العميل اولا وبتقولوا انا عايز انزل بمشروع يكسب اللي هيشتري معايا خلال ال3 سنين اللي جايين، مهم. ولا بتكون عينيكوا على الفئة المستهدفة ان انا عايز ابيع المشروع ده للفئة دي، ولا بتبقى فكرة ان انا اجيب مين في ادارة التشغيل لان ده اللي هبيع باسمه؟ انا شايف ان كلهم بيكملوا نفس الدايره. يعني ان انت تبص على الستيك هولدرز اللي هيبقوا معاك، او شركاء اللي معاك كاستشاريين، او الناس اللي هتدير البروجكت، شركات تشغيل والكلام ده كله. ده تمام. طبعا سيكتور مهم جدا. بس خلينا ممكن نقول ان هي ترتيب. يعني في الاخر كل ديفلوبر ليه الشكل بتاعه، وليه البيرسونا بتاعته، وليه التارجت سيجمنت اللي هو بيشتغل عليها. فلازم لما بتيجي تختار مشروع بتقيمه الاول على اساس الهيستوري بتاعك، هل ده حلو. يتناسب معاك، نفس البيرسونا اللي انت بتتكلم معاها، او نفس الشريحه المستهدفه بتاعتك، ولا لا هي بعيده جدا عنك. لازم تبقى شايف ده. ولو انت ما دورتش على ايه الاد فاليوز اللي هتبقى موجوده للكلاينت، الكلاينت هيجي ليه؟ طب خليني اسالك في حته البيرسونا. انت النهارده ارك بلان المشاريع بتاعتها داخل الحي المالي في العاصمه الاداريه الجديده، كويس. متخصصه في القطاع الاداري. حلو. ايه البيرسونا المستهدفه ليها الشركه؟ وفي نفس الوقت النهارده بعد طرح مشروعين، مهم. هل المشروع الثالث هيكون برضه في نفس القطاع في نفس المنطقه، ولا بتفكروا تتحركوا بره الحي المالي شويه من حيث ان انتوا توزعوا استثماراتكم او المحفظه العقاريه بتاعتكم؟ حلو قوي. يعني الحمد لله نجاح الشركه في المشروعات اللي كانت موجوده، اذا كان كوارو فيردي او جيالو، ده ادى طابع للناس ان شركه ارك بلان هي بتشتغل بس في في القطاع الاداري، الاداري، في مظبوط، صح. الاداري، وهي شاطره جدا ومتخصصه فيه. صح. الموضوع ده مش تلعب في ملعبها. خالص. تمام. احنا يعني الحمد لله مجموعه شركات بقى لها اكتر من 41 سنه في الماركت. الاساس والشركه الام هي شركه استشارات هندسيه. صح. تمام. دكتور ايمن عاشور طبعا، يعني اسم كبير تعريف جدا في بالظبط الماركت. كده. فاوريدي اشتغلنا على اكتر من قطاع جوه الريل استيت كامل.
في مستشفيات وفي جامعات، كفايه مثلا محطه عدلي منصور، اوكي. دي اوريدي واخده جوائز ممتازه جدا يعني على مستوى العالم. تمام. اللي عايز اقوله في الاخر ان انت عندك كابابيلتيز كبيره جدا تقدر تخش اكتر من سيكتورز. حلو. فخليني اقول لك كونكلوجن، لا ارك بلان داخله في سيكتورز كتير جدا الايام اللي جايه ان شاء الله، ان شاء يعني الله. ننوع البرودكتس اللي موجوده، وان شاء الله زي ما قدمنا اد فاليو في القطاع الاداري ان شاء الله يبقى في اد فاليو في الاماكن التانيه باذن الله. ومين الشريحه المستهدفه؟ بص اقول لك على حاجه، كل شركه بتشتغل لنفسها ان هي في الاخر يبقى العميل اول ما بيسمع ارك بلان مثلا او اسم الشركه الديفلوبر بيبقى في مسج انت عايز توصلها له. صح. المسج اللي احنا بنشتغل عليها واقدر اقول لك ده بكل ثقه يعني، ان في الاخر انا عايز العميل لما يسمع كلمه ارك بلان يعرف ان الناس دي مذاكره كويس البرودكت اللي هي بتقدمه. في ممتاز. الاخر ما بتقدملكش حاجه دي جايه البصمه كده بتاعتكم. بالظبط كده. حلو قوي. فده اللي بنستغل فيه الباك هيستوري بتاعنا او الباك بون بتاعنا، يعتبر ده العمود الفقري للشركه كلها. تمام. زي ما كنت لسه بقول لك صح. قبل التصوير، ايوه. لو خدنا بس من كل مشروع اشتغلنا عليه كاستشارات هندسيه خلال 41 سنه اشتغلت على اكتر من 2000 مشروع. مظبوط. فلو كل مشروع استفدت منه غلطه واحده فانت اتعلمت عندك منه معلومه حجم واحده، خبره مرعب ان مرعب انت تتجنب جدا. وفي كل حدوث حاجه السيكتورز زي كده في المستقبل. طبعا، وكل السيكتورز ده على فكره فادنا كتير جدا. يعني ربنا يوفق الجميع، ولكن في ديفلوبرز كتير كانت بادئه مع ارك بلان في نفس الاريا نفس التوقيت وطرحت مشروعات، وللاسف النهارده ما عندها حققتش نفس النجاح. ده عندها حقيقي. شويه تحديات، وان شاء الله يعني يقدروا يعدوها يعني. بس هي فعليا هي الخبره هي اللي جت من هنا. هي دي اللي بتفرق حد بس عن كده. حد. طيب خليني اسالك سؤال. اتفضل. خلال الثلاث او الاربع سنين اللي فاتوا دول حصل يعني خلينا نقول تضاربات كبيره جدا في الماركت الاقتصادي كمان والماركت العقاري، صحيح. ما بين تعويم، حروب، دولار، ازمات كتيره جدا. كويس. ازاي الشركه بتتعامل مع تباطؤ المبيعات في فتره ممكن تكون من اللي عدت عليكم خلال المده دي؟ وتاني حاجه اداره المخاطر برضو خلينا نتكلم عليها تاني، لان انت ازاي قدرت تتعامل مع الازمات دي وفي نفس الوقت ما تحملش العميل بتاعك تكلفه زياده مواد البناء صح. او التكلفه بتاعه الاقتصاد نفسه هو ما يتحملهاش، لانه في الاول وفي الاخر هو مثبت معاك سعر وماضي معاك صح. عقد. صح. قدرت تعمل ازاي مع الموضوع ده؟ انا بقول لك هو ده حصل اوريدي في المشروعات اللي فاتت يعني. فيردي النهارده دلوقتي بيتسلم مفيش عميل الشركه اتكلمت معاه مثلا فرق تسعير او حاجه. ممتاز. طب ده طبعا قوه من الشركه طبعا، وفي شركات كتير محترمه عملت ده، ولكن ده بيجي منين؟ من زي ما بقول لك هي نقطه الاكسبيرينس. انت في الاخر داخل مجال مش بتجرب واكسبيرينس، واظن اللي ساندك برضه هو كابيتال. يعني اكسبيرينس من غير كابيتال بس مش هتديك القوه ان انت تقدر تقف قصاد الازمات دي كلها. كويس جدا، بس مفيش ديفلوبر هيحرق الكابيتال بتاعه يعني في الاخر. طبعا الكابيتال ده قوه كبيره جدا في ده. بس خلينا برضه نبقى متفقين على حاجه النهارده. في مطورين كتير نزلت كويس. الماركت، بس مش كل المطورين دي عندها الملاءه الماليه اللي تغطيها لو حصل ازمات. في مطورين كتير بتعتمد على فكره ان انا ابيع ومن الفلوس اللي جايه لي ابني. واحنا خلاص يعني هو دلوقتي اللي بيتفرج علينا هو اوريدي هيقول لك كده يعني طبيعي. وعلى فكره هي شطاره ان يبقى فيه تدوير راس مال، ما عنديش مشكله خالص. بالظبط. في فرق ما بين ان انت تدور راس مالك وان انت يبقى عندك سيفتي بتاعك اوريدي. بالظبط. فده الكابيتال اللي انت تقصده. تمام. لكن انا لو داخل ان 100% انا مستني الفلوس من السوق، يعني ريسك مانجمنت بقى يعني ما فيش ريسك مانجمنت خلاص. انت على كف عفريت زي ما بنقول. ولكن زي ما بقول لك كده غششك السر اللي هو معروف للناس كلها اللي بتشتغل في القطاع العقاري. اللعبه كلها انفنتوري مانجمنت. تمام. لو انت مش محافظ على برسنتج كويسه في البيع بتاعك، ان انت مثلا بعت المشروع بالكامل مره واحده وانت مش حاسب حساباتك، لا الدنيا مفيش تحوط، مفيش دراسه تحوط، لا الدنيا هتروح معاك في مشكله كبيره. فعشان كده بقول لك كل الشركات اللي حتى فعليا في ناس دخلت باعت المشروع 100% ونجحت وسلمت وبنت وكل حاجه. ليه؟ هو خلاص عامل دراسته بشكل كويس جدا. انفنتوري مانجمنت. في ناس بتأمن نفسها بمشروعات زياده يعني بيطرح ارض وفي ارض تانية هي اصلا دي الباك اب بتاعه. ده حقيقي. فهي في الاخر ازاي هتدير حجم الانفنتوري اللي في شركتك بحيث ان انت تبقى زي ما قلنا من شويه اجايل او مرن مع الماركت، عشان في الاخر اي تحركات يبقى عندك لسه بفر تقدر تتحرك فيها بشكل كويس. حلو قوي. وفي نفس الوقت اللي كنا لسه بنقوله من شويه الاستادي اللي قبل طرح البروجكت هي دي اللي تخليك تبيع اغلى سعر متر في المشروع في اخر واحد. يعني في ناس كتير بتبص تقول لك ايه بدايه المشروع انا اطرح المتر ب 10 جنيه حلو قوي، بس اخر السلم خالص هيبقى ب 100. طيب هل انت من اول يوم قدمت الاد فاليوز اللي تخلي البروجكت يتباع لما يبقى ب 100؟
دي بقى بتختلف هي من دي حد البوينت. لحد. هي دي البوينت. انت في الاخر بايدك تخلي البرودكت يبقى لقطه وهو ب 10 جنيه، ويبقى او لقطه برضه ب هو 100 ب 100 جنيه او للاسف ما يتباعش ما حتى لو بكام. يتباعش، صح. بس. طيب لو اللي بيتفرج علينا دلوقتي هو عميل وجاي تمام. يشتري، حلو. ايه الثلاث معايير المهمين قوي اللي يبص على المشروع يقول لك والله المشروع ده فعلا بيحقق لي كل معادلة النجاح؟ ماشي، بس هقول لك على حاجه. قرار الشراء بالنسبه له هيبقى ديبند على النيدز بتاعته. يعني اوكي. هو في الاخر جاي البروجكت ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، ان هو يبقى عارف احتياجاته، او على الاقل خالص، على الاقل خالص لو هو مش عارف هو المفروض داخل يعمل ايه، يسمع كتير ويدور كويس. اوكي. طيب آه، ايه بقى في المشروع نفسه؟ حلو. يعني انا ليتس سي مثلا انا جاي استثمر في القطاع الاداري، كويس. ايه الثلاث حاجات اللي لو لقيتهم مهم. اعرف ان المشروع ده بالنسبة لي مميز او بيحقق آه، لي معادلة النجاح؟ حلو قوي. خليني اقول لك على 3 حاجات بسيطه جدا. دي اول فلتر كده، الموضوع طويل يعني، ولكن خلينا ناخد اول فلتر. اللعبه كلها في اللوكيشن وعنوانك. يعني النهارده مثلا منطقه شغاله زي التجمع، شارع 90 متأجر، جنوبي شمالي، ما بينهما بسيط جدا صح. الإيجارات، مع إن بيعيا لما نيجي نبيعها مثلا من 10 سنين تاني نمرة من 90. مظبوط. فبص على 90 بكام؟ ب 100,000، أنا ب 50، فسهل إنها تتباع. صح. صح كده؟ مظبوط. ولكن النهارده انزل على أرض الواقع هتلاقي تاني نمرة للأسف ما مش بيشتغلش. بيشتغلوا، حتى الايجارات بتاعته قيمتها اقل من اول نمرة. الشركة نفسها اللي أنت بتروح تشتري منها هي هتلاقيها مأجرة على الرئيسي. ده حقيقي. فما تعملش في حاجة. نفسك كده. ده بالظبط حقيقي، كده. أيوة. ما عنديش مشكله ان كله ممكن يشتغل، ولكن انت بتختار بايدك كعميل حاجتك دي هتشتغل امتى، اول واحد ولا اخر واحد. فعشان اوكي. كده لوكيشن الوقت ده هيبقى مهم جدا. فده اول حاجه اللوكيشن، تاني حاجة. العنوان بالنسبه لك. تاني حاجه اداره البروجكت عامله ازاي. اوكي. مش ناس كتير كانت بتشتغل على حته الفاسيلتي مانجمنت والبروبرتي مانجمنت والحاجات دي كلها. بالظبط كده. ولكن ما شاء الله يعني اغلبيه الديفلوبرز النهارده خلاص اتعلموا الدرس ده، صح. وبقوا بيفكروا ازاي ان هم يبقوا موفرين شركات اداره على اعلى مستوى تبقى موجوده من داي 1. تمام. البوينت الاخيره وهي البالانس ما بين البرودكت اللي انت بتجيبه والبرايسنج، نقطة مهمة عشان قوي دي. عشان بس الايه ما تبقاش اوت اوف ماركت. اوكي. بس يعني في حاجات برضو اللي هو كل الاد فاليوز دي، حلو قوي. بس كل ده ب 10 جنيه ازاي؟ مظبوط. فالفرصه البديله بتاعته عامله ازاي، وابدا اقيم بس على الحته دي. طيب لو بتكلم على خطة مهم. مطور بقى، اوكي. تمام، في التوسع خلال ال5 سنين اللي جايين، شايفين مهم. الماركت رايح على فين؟ هل اكستنشن العاصمة سواء بقى في قطاع تاني مثلا وليكن سكني، كويس. ولا هتخرج بره العاصمة مثلا وليكن تجمع سادس مستقبل، هتروح فين؟ بص اقول لك حاجه، تروح فين دي خليها لوقتها، ولكن ماشي. خليني اكون صريح معاك ان فعليا زي ما انت قلت احنا الناس لازم تتحرك من النهارده على ال5 سنين اللي جايه بالكامل. فخلال الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى في موفمنت قويه جدا 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 من ارك بلان، زي ما بنقول كده ايه، تريبريزنت بقى الكابابيلتيز اللي عندك، تمام. كل القدرات اللي عندك، ان فعليا النهارده تشتغل في كل خلينا نبقى السيكتورز اللي محددين، موجودة. رايح سكني ولا رايح اداري؟ والله هتروح فين؟ لا يعني اقول لك على حاجه، البرودكتس المطروحه دلوقتي اللي احنا بنشتغل عليها اوكي. هي فعليا فيها ميكس ما بين البرودكتس دي كلها. طب لو بنتكلم على حاجه اكسكلوسيف هنا، هنقول مثلا المشروع اللي جاي رايح فين؟ يعني ان شاء الله ان شاء الله احنا بنسعى ان يبقى لينا توسعات تانية بره العاصمه الاداريه. بره العاصمه. دعواتك ليه. اوكي، يبقى احنا دعواتك خدنا ليه. كده اول إن شاء حاجه ان الله هي خير. المشروع اللي جاي بره والله العاصمه. يعني الواحد نفسه ان هو يكمل في العاصمه ويبقى عنده مشروعات تانية في العاصمه. تمام. بس هي الفكره كلها لازم تنوع المحفظه اللي انت بتشتغل عليها. مظبوط. صح. فهي الفكره كلها يعني لغرض متوقع نشوف تنوع ارك بس. بلان مثلا في كومباوند سكن الفتره اللي جايه؟ وارد. وعلى فكره في حاجات اوريدي بلاند من دلوقتي، ولكن هي الفكره كلها في التايمنج. طبعا. أوكي. طبعا ده العامل الرئيسي. وفي نفس الوقت اللي قلناه من شويه، الماركت سيرفي، ان انت تبقى شايف الماركت رايح على فين. لازم تقدم برودكت هو عليه طلب. ما ينفعش ان انت تبقى بتتكلم لوحدك في الماركت. في مليون في الاخر المية. صح. انت بتحاول ان انت تاد فاليو على برودكت اوريدي عليه طلب. طيب لو انت دلوقتي كشركه، مهم. والنهارده بعين الشركه بقى وبعين المستثمر، كويس. كويس، المستثمر دلوقتي هو بيقول لك انا عايز اكسب طبيعي. وما عنديش خبره، واللي معروض كتير قوي مهم. ووعود كتيره جدا. كويس. تمام. فانت النهارده ازاي بتكلمني ان في العاصمه في الحي المالي مهم. وبتديني ار او اي واكسبكتيشن على ارقام وتقول لي هيتاجر وهيبقى فيه ترافيك وي الى اخره، وانت النهارده ما عندكش بيز تبني عليه؟ فانا النهارده اضمن ازاي استثماري، واضمن ازاي ان ناس كتير قوي في السوق بتقول لي
السداد بتاعك هيرجع لك او انت هتسدد من القيمه الايجاريه. امم فاصبح في وعود كتير قوي، فاللي بيتفرج دلوقتي بقى متلخبط، وخاصه لو بنتكلم على الناس اللي بره مصر، اوكي. فهم فعلا بيكلمهم 100 الموضوع بروكر، مرعب، الموضوع مرعب. كل واحد براي. صح. فاحدد ازاي حاجه زي كده من مم. وجهه نظر بقى مطور داخل الحي المالي؟ تقدر تقول للناس دي يحط اكسبكتيشنز عامله ازاي؟ طيب هقول لك على حاجه، هي الفكره كلها طبيعي ان يبقى الماركت فيه اكتر من راي واكتر من وجهه وكل حاجه، ولكن صح. الموضوع محتاج مجهود ومذاكره. ذاتس واي انت موجود معانا في ما الماركت احنا عشان بنحاول تساعد والله الناس، نوصل المعلومه عشان على تساعد قدر الناس في الامكان. القصه دي، لان فعليا صح. الموضوع مش هيقدر الديفلوبر لوحده يعمل ده. صح. فلازم يبقى في شركات تسويق عقاري على زي ما بيقولوا قدر المهمه دي، ان يبقى معاهم معلومات بشكل كويس ونتابع الماركت. فالاستعانه بشركه تسويق عقاري هنا اكيد دي لا انا عايز اسالك بس سؤال، انا مش هتهرب منه. لا 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 خالص والله مش هعرف. انا جاي لك انا فيها اهو. النهارده دلوقتي هقول لك مستثمر في القطاع الاداري في الحي المالي، حلو. احط ما اكسبكتيشن تجريش ورا ايه؟ ترند، ما تجريش ورا ترند. طب هقول اكسبكت لك على ايه؟ حاجه، هقول لك على انا حاجه. عايز اعرف اكسبكتيشن، عشان خد بالك انا قابلني ناس كتير قوي بره مصر، امم وبيبقى يقول لك طيب اوكي انت عايزني دلوقتي اشتري، طيب اشتري، فانا محتاج ان انا ادرس السوق، فانا ما صح. اعرفش السوق بيقول ايه، فانت قول لي السوق بيقول ايه. حلو قوي. فانت النهارده بقى من منظور مطور امم متخصص حي مالي قطاع اداري تقول لي كويس. ايه؟ بص اقول لك على حاجه، في كلمه كده اللي اتاخدت عليا دايما. انا بقول للناس بص من الدراسه سودا، لازم تبقى حاطط لنفسك ورست كيس سيناريو. جميل. ففعليا في الاكسبكتيشنز او حته الحسابات في الايجار والقصه دي كلها، كويس. اقرب منطقه ليك ينفع ان انت تقارن بيها. في ناس النهارده ممكن تقول لك والله المتر النهارده في التجمع بيتاجر ب 1700 جنيه، مثلا. فحضرتك هتدي 10% زياده لكل سنه، اوكي. فهتيجي عندي في العاصمه وريفر كان ايه اللوكيشن، عشان بس تمام. السبيتش بتبقى كده، ايوه. وريفر كان ايه اللوكيشن، ايوه. يلا المتر هيبقى ب 2500 جنيه في الاداري. بس ده يعني خلينا نتكلم بقى ان دي اللي عامل الازمه كلها. صح كده. دي الازمه طب كلها الازمه دي مشتركه ما بين اللي قال واللي سمع. واللي صدق. بس كده. بس هو اللي صدق عشان هو ما عندوش هي بس المعلومه ابل تو كامله. ابل. يعني انت النهارده فين السعر ابو 1700 جنيه على ال 90 الجنوبي، صح تمام، كده؟ مظبوط. في مشروع اداري مواصفاته 1 2 3 4 5، مظبوط. صح منطقه كده؟ شغاله وليها يعني هل خلاص اول ما سعر بدا وليها كل حاجه. بس كده هل اول ما بدا كان ب 1700 جنيه؟ استحاله. صح كده؟ مظبوط. ففي حاجه اسمها اوكيبنسي ريت، مظبوط. ففي معامل الاشغال ده لما بدا يزيد، بدا ان يبقى عدد الوحدات قل، فالايجار عالي. والطلب زاد، حلو. فاصبح ان الريت بس كمان زاد. لو ما لقيتش ده في الشخص اللي في الديفلوبر او في الشخص اللي في البروكر اللي بيعمل الحركه الاناليسيس دي، انت مش مضطر تعملها بايدك على فكره. اوكي. بس لو ما لقيتش ده اجري. طيب تنصحه يعني تنصحه ان هو دلوقتي لو حد بينفست في القطاع الاداري، كويس الحي المالي لسه في فرص؟ جدا جدا. لا لغايه النهارده في ضغط جدا على ارك بلان. اوكي. المشروع الثالث هتنزلوا بيه امتى؟ مشروع ازورو صح. هتفتحوه امتى؟ مظبوط. وده اللهم لك الحمد بيعكس ان فعلا الناس عارفه البرودكت اللي ارك بلان بتقدمه عامل ازاي. اللوكيشن فعليا مش هيتكرر تاني خلاص. اوكي. المنطقه قفلت ملهاش زي ما بيقولوا. اكستنشن. مظبوط. فكل الناس النهارده لما بتيجي تبيع لك حاجه كويسه موجوده في الحي الماليه تقول لك بالقرب من البنك المركزي. صح. مين لكن اللي قدام مش البنك مش المركزي؟ مش لازق في البنك مفيش المركزي. غير المشروعات بتاعت ارك بلان. ده من حظنا الحلو ومن اجتهاد الشركه ان اوكي. هم قدروا يسعوا للقصه دي ويستحوذوا على الاراضي دي. اوكي. فعشان كده بقول لك لا، لازم تدور على حاجه ما بتتكررش كتير. فانا بقول لك النهارده برودكت زي الاداري ده دلوقتي ايه الاد فاليو؟ حضرتك جنب حضرتك المبنى بتاع البورصه، مباشره قدامك البنك المركزي، كل الاريا اللي حواليك وزارات، جنبك قصر رئاسي على اهم محور بس في العاصمه، فما فيش بقى خطوات من جنبك حضرتك المونوريل. قدامهم مباشره. بالظبط كده. وبالمناسبه المحطه المركزيه المحطه المركزيه شغاله اوريدي شركه ارك بلان كونسلتنسي هي اللي عاملاها. انت كنت الشركة حضرتك الرئيسية. ما ذكرت حته عدلي منصور، محطه محطة عدلي منصور منصور. كمان كانت واخده جوائز مرعبه بصراحه. حلو. فما شاء الله لا قوه الا بالله. الشركه نفسها بقول لك هي منتشره في كل القطاعات. طب لو هتقول نصيحه دلوقتي مهم. واحد حلو. لمستثمر اوكي متردد يدخل القطاع الاداري، ماشي. تنصحه بايه؟ ياخد باله من ايه؟ هياخد باله من حاجه، من يعني استاذنك السعر. السعر طبعا. يعني في ناس كتير اول ما بدات اليو كابيتال. طب معلش خليني اسالك سؤال، السعر ان هو ما ينقيش ارخص سعر؟ ما انا هقول لك بقى، صح كده؟ في حاجه بتبقى غاليه جدا بس هي اللي كنا Value. لسه بنتكلم فيه، المقارنه على ايه اللي حضرتك بتشتريه وبكام. اوكي. حلو. لان في الاخر
شرايح الشراء مش شرط ان انا ابقى لازم اشتري اغلى حاجه في المكان عشان صح. اكسب منها. 1,000,000%. فده اللي احنا بس عايزين نقوله، ان في شركات دخلت العاصمه ما كانش عندها الاكسبيرينس كامله صح. في متطلبات اصلا المبنى اللي تحت ايديها طلبات كمان النهارده، العاصمة اصلا بتفاصيله، بتشطيبه، بالالكتروميكانيكالز اللي موجوده، كل صح. حاجه. ففي ناس كانت مسعره من الاول باسعار لطيفه. ودي في ناس كملت، وفي ناس للاسف هي حصل دي عندها برايسنج ما كانش هي دي مظبوط. يستغل الاوبورتيونيتي ان هو النهارده داخل في ماركت تحديدا في العاصمه، لا هو بقى ماركت ناضج، بقى فيه تجارب قديمه ينفع تبقى شايف ثبت اعمال على ارض الواقع جوه العاصمه. فخلي بالك بس من السعر، مش ده المعامل في الاخر. لازم تبقى عارف السعر اللي انت بتشتريه بيه ده قدامه ايه، القيمة بتاعته ايه. بس كده. اطمن بس من من الاجزاء دي، ان شاء الله خير. نورتني، ربنا يبارك فيك، ويعني تسلم رمضان لي. مبارك، وبجد حلقة لذيذة الله اكبر، جدا. ربنا يبارك واتمنى فيك. فعلا ان يعني اللي بيتفرج يبقى استفاد، لان يا احنا رب يا حاولنا رب. نغطي اهم المعايير الإدارية من شركة متخصصة زي اركيبل. ربنا يخليك، تشرف لينا والله وجودنا نورتني، معاك. وكل سنة وانت طيب. ربنا يخليك حبيبي، تسلم لي. شكرا. شكرا.